يبدأ فيت تدريبه مع الفارس من أول النهار، وفي اليوم ده بيعلمه ازاي يتفادى ضربات السيف حتى لو كان معاه غصن شجرة، وفعلا بيثبت فيت مهارته في التدريب ده. وبما ان ده آخر يوم لفيت وماين في القرية، بيعمل لهم الفارس عشاء فاخر عشان يودعهم، وبيقعدوا يتكلموا سوا على العشاء، وده بيسمح لفيت انه يسأله عن القلعة. فبيحكي له الفارس حكايه القلعه، وبيقول له دي كانت قلعتي، والقريه دي من 15 سنه ما كانتش مجرد قريه بسيطه، دي كانت اشبه بمملكه قويه وانا قائدها. وفي يوم كان عندي مهمه في العاصمه، وطلبت من ابني انه يحمي القلعه واللي فيها لحد ما ارجع من مهمتي، وللاسف اتاخرت في المهمه، ولما رجعت لقيت الوحوش سيطروا على القلعه، ومش بس كده دول كمان قتلوا عيلتي وكل اللي كانوا عايشين في القلعه، ومن يومها وهم مسيطرين عليها وانا مش قادر ادخلها. وقتها بيحس فيت بالحزن من قصه الفارس، وعشان كده بيستأذن منهم وبيخرج من البيت، وبيقرر انه هيدخل للقلعه ويقتل الوحوش اللي فيها. ولكنه وقتها بيتفاجئ بالفارس وراه وبيقول له انا عارف انك رايح للقلعه، وعشان كده انا هروح معاك، انا لازم اكفر عن ذنبي وانقذ ارواح عيلتي على الاقل. فبيوافق فيت على طلبه، اما ماين فبتقول لهم انا هحمي القريه لحد ما ترجعوا. وبعدها بيبدا الاثنين رحلتهم من القلعه، وبيقدروا انهم يقتلوا الوحوش اللي كانت بتحمي القريه من بره ويدخلوا. وساعتها بيتصدم فيت والفارس لما بيلاقوا القلعه كانها لسه جديده ومش مهجوره. ومش بس كده، ولكن الصدمه الكبيره لما شاف ابنه وزوجته بيجروا عليه وبيرحبوا برجوعه وبيسالوه عن سبب تاخيره. وقتها بيعتذر لهم الفارس وهو لسه مصدوم، وبيقول لهم انا اسف ان اتاخرت، انا كنت بحاول ارجع بدري ولكن ما لحقتش. ساعتها فيت ما كانش مصدق اللي شايفه قدامه، فعلا بياكد له جيرد ان ده يبقى سحر الوهم، واللي بيثبت كلام جيرد هو هجوم ابن الفارس عليه، وبيكون مصمم انه يقتله زي ما هو مات بسببه. وقتها بيكون فيت هيهجم عليه عشان يحمي الفارس، لكن فيت بيمنعه لما بيقول له لو اكل ارواح البشر فارواحهم عمر ما ارواحهم هتلاقي الراحه، وده اللي بيخلي فيت يتراجع عن فكره الهجوم. وساعتها بيقول له الفارس سيبني يا فيت اصفي حسابي مع عيلتي، وابحث انت عن زعيم الوحوش واقتله. وفعلا بيجري فيت ويبحث عن الزعيم لحد ما بيلاقيه مستخبي وسط ارواح كتير من البشر، وده اللي بيخلي فيت يستخدم قوه بسيطه عشان ما يسحبش ارواح البشر معاه، لحد ما بيجي الفارس وبينضم ليه عشان يساعده. ولان الفارس ما عندوش مهاره الشراهه، بيقدر يستخدم قوته بدون ما يأذي ارواح البشر، وبيتحد فيت معاه بقوه سيف وجيرد، وبيقدروا هما الاثنين سوا يخلصوا على زعيم الوحوش. وهنا بتظهر ارواح عائله الفارس مره تانية، ساعتها بيعتذر لهم الفارس لانه اتاخر عليهم، ووقتها بيقولوا له عيلته انت كنت بتأدي واجبك واحنا فخورين بيك. فبيودعهم الفارس اخر وداع، وهو بيتمنى انه يموت وينضم ليهم في اسرع وقت. اما فيت فكان واقف بعيد بيراقب لحظه الوداع بتاثر، وكمان بيحمي ظهر الفارس عشان ما فيش اي وحش يدمر اللحظه دي. ومن بعد ما بتختفي ارواح عيله الفارس، بتبدا القلعه ترجع لشكلها المهجور، وبتبدا تظهر باقي الوحوش اللي موجوده في القلعه، وبكل سهوله بيقدر فيت والفارس انهم يقضوا عليها. ومع شروق الشمس بيكونوا خلصوا مهمتهم ورجعوا للقريه، وبيرجع الفارس بكيس مليان بالعملات المعدنيه وبيسلمه الماين، وهو بيقول لها انا افتكرت